قبل ما نبدأ الفيديو يا صديقي ما تنساش انك تدعي لاخواتنا الابطال في كل مكان في الوطن العربي، ولو في حاجة في ايدك غير الدعاء اعملها فورا وما تتأخرش. وكالعادة يا صديقي مش محتاج اقول لك انك لو ما صليتش اي فرض من فروض ربنا النهارده فقوم صلي دلوقتي حالا قبل ما تتفرج على الفيديو ده، لان الصلاة اهم مني ومن الفيديو ومن اي حاجة في الدنيا. فيلم النهارده يا صديقي برغم ان هو صغير ولكن حبيت يكون ملخص كبير شوية لانه مليان تفاصيل حرفيا، وعجبني جدا وفكرته وقصته مختلفة. فركز معايا للنهاية كده عشان تفهم كل حاجة. شايع جاهز؟ طب صلى على النبي ويلا بينا. يبدأ فيلمنا يا صديقي مع ست اسمها مارني بتكون محبوسة جوه أوضة في البدروم وعليها باب حديد. بيبان وقتها إن مارني يا صديقي حالتها سيئة جدا وكأنها بتتعرض للتعذيب المستمر بقالها كتير. بالرغم من كل ده بيكون قدامها لعبة صغيرة كده بتطلع موسيقى، وبيظهر قدامنا إن اللعبة دي هي اللي بتصبرها على العذاب اللي هي فيه ده. في الدور اللي فوق بقى بيكون في راجل بيرقص وبيكون فرحان جدا في أوضته اللي مليانة بأكياس فلوس. وفجأة كده يا صديقي بتحصل عاصفة قوية وغصن شجرة بيخبط في شباك الأوضة اللي محبوسة فيها مارني وبيكسر الإزاز. فبتقوم بقى مارني بتبص على الشباك المكسور وبتلاقيها فرصة كويسة جدا عشان تهرب. فبتطلع على الصندوق اللي موجود في الأوضة عشان توصل للشباك وتخرج منه. بس وقتها بيقرب كائن غريب من أوضة مارني وبيفتح الباب، ولما بيلاقي مارني اختفت بيصرخ صرخة قوية جدا. أول لما مارني بتسمع الصرخة دي بتقع بره البيت، والراجل اللي في الدور اللي فوق بيبص من الشباك وبيشوفها وهي بتهرب فبيطلع يجري وراها. ولكن مارني بتجري وسط الغابة يا صديقي بكل سرعتها عشان تهرب، وفي نفس الوقت بيطاردها الكائن اللي دخل الأوضة واللي بيكون عبارة عن طفل ملامحه مش باينة بس حجمه ضخم ومش طبيعي. بيفضل يجري وراها بسرعة جدا لحد لما بيحاصرها هو والراجل التاني. وقتها مارني بتصرخ في وش الراجل ده وبتقول انها مش عايزة ترجع ورافضة ان هي تكون الأداة اللي بيجمع بيها ثروته، وتصرخ وبتقول له انها حتى وهي ميتة مش هتسامحه ابدا. فجأة بتنزل عليها صاعقة وبتموتها في الحال. في اللحظة دي بالظبط اللعبة الموسيقية اللي في البدروم بتقف والمشهد بيخلص على كده. طبعا محدش فاهم اي حاجة، ولكن الاكيد اننا هنفهم قدام. بعد كام شهر بقى من اللي حصل ده بنروح لقرية صغيرة كده بيكون فيها بلاغات عن اختفاء بنات وستات كتير. وبيروح راجل كده من القرية يتكلم مع العمدة اللي اسمه كيمان وبيقول له ان موضوع اختفاء الستات والبنات بقى غريب جدا، خصوصا وانهم ما عرفوش اخبار عن اي واحدة فيهم نهائيا. ده غير حوادث الفلوس اللي بتتسرق من الناس بشكل مش طبيعي، وده بيوحي ان في حرامي في القرية. هم مش عارفين مين ومش عارفين يوصلوا له. مع ذلك كيمان بيفضل هادي جدا وبيقول له ان اغلب البنات والستات اللي اختفوا مش بالضروره يكونوا ماتوا او اتخطفوا زي ما الناس بتقول، ممكن يكونوا هربوا بسبب مشاكل في البيت او بسبب الفقر اللي احنا عايشين فيه. اما عن سيره الفلوس فبيقول ان الناس اللي بيتسرق منهم الفلوس ممكن يكونوا بيطلعوا مجرد اشاعات على نفسهم بحيث يفهموا اللي حواليهم ان هم مش اغنياء زي ما الناس فاكره. الكلام ده يا صديقي بيقوله كيميان لاي حد يجي يتكلم معاه في الموضوع ده بحيث الموضوع ما يكبرش وتحصل مشكلة كبيرة في القرية. ولكن كيمان يا صديقي مخبي سر خطير جدا عن الناس هنعرفه قدام. على الناحية التانية بقى بنشوف واحدة ست من القرية اسمها عنبر اللي بتشتغل في مطعم صغير كده على قد حاله. وبيظهر ان عنبر فقيرة جدا ومش قادرة تصرف على بنتها بوتري وابنها اللي اسمه اجي، وده بيخلي بوتري تفكر في ان هي تروح تشتغل على سفينة سياحية عشان تكسب فلوس وتساعد امها في مصاريف البيت. ولكن امها عنبر بترفض وبتطلب منها انها تركز في مذاكرتها وبس. بتوعدها ان هي هتصرف عليها وهتقدر تلاقي شغلانه كويسه كمان وتكسب منها فلوس اكتر. بعد كام يوم بتتفاجئ عنبر ان ست صاحبه المطعم بتقول لها ان فلوسها اللي هي محوشاها اتسرقت ومش لاقيه اي دليل ضد الحرامي اللي سرق الفلوس ده نهائيا، لدرجه ان هي مش عارفه تبلغ الشرطه وتقول لهم ايه، وبالتالي هي مش هتقدر تدفع لها مرتب الشهر ده. فبتحزن عنبر جدا وتسالها لو ممكن تديها حتى جزء من المرتب عشان تدفع المصاريف بتاعت مدرسه بنتها. بس صاحبه المطعم بتعتذر لها جدا وبتعرفها انها معاش ولا مليم حرفيا، لدرجه ان هي هتسافر عشان تشوف اي حد تستلف منه فلوس وتسدد الديون اللي عليها للتجار. اثناء ما هو بيتكلموا كده يا صديقي بيكون قاعد في المطعم شاب اسمه تامبونج بيبقى مركز مع كلامهم جدا جدا. المهم ان كلام صاحبه المطعم بيخلي الدنيا تسود في وش عنبر وبتحس بالعجز الشديد وقله الحيله، وبتقعد كده في الشارع وهي عماله تفكر هتعمل ايه في الايام اللي جايه. بس فجاه كده بتسمع صوت غريب وراها، ولما بتبص بتلاقي شنطه مليانه فلوس. وقتها عنبر بتحتار ما بتكونش عارفه تعمل ايه، هل تاخد الفلوس اللي جات لها من السما دي وتصرف على بنتها وابنها وتعيشهم حياه سعيده وتعوضهم بقى عن كل اللي فاتهم، ولا تروح تسلم الشنطه لعمده القريه عشان يدور على صاحبها. بعد شويه تفكير عنبر بتاخد قرارها وبتروح لبيت كيميان عمدة القرية عشان تديله شنطة فلوس. وقتها بتقابل تامبونج اللي شفناه في المطعم من شوية.
نعرف يا صديقي إن تامبونج ده يبقى مساعد كيميائي، وبتقول له عنبر إنها عاوزة تقابل العمدة في موضوع شخص يعني، فبيدخل عشان يندى على العمدة، بس أول لما بيرجعوا بيلاقوا عنبر مشيت وكده. إحنا بنعرف إن عنبر يا صديقي غيرت رأيها وقررت إنها تاخد فلوس لنفسها. كنت عايز أقول نصيحة بس يعني عنبر بوظت النصيحة خالص. بالليل بقى يا صديقي بتحصل حاجة غريبة جدا يا صديقي، وهي إن أجاي ابن عنبر بيكون نايم جنب أمه في أمان الله، بيقوم يدخل الحمام، بس فجأة بيعدي الطفل الغريب اللي ظهر معانا في أول الفيلم وبيتحرك ناحية أوضة عنبر من غير ما أجاي ياخد باله. بعدها بيترعب أجاي لما بيشوف أمه خارجة من الأوضة كده وبتتحرك ناحية الباب بتاع البيت بشكل غريب، فبيمسك أجاي إيديها وبيسألها أنت رايحة فين؟ ولما عنبر ما بتردش عليه بيفضل يصرخ، وقتها بتسحب بطري على صوته وبتتصدم لما بتشوف اللي بيحصل، فبتقرب من أمها وبتلاقيها كده في حالة من اللاوعي، فبتهزها عشان تفوقها، وفعلا بتفوق عنبر وما بتكونش عارفة إيه اللي حصل معاها، فبتاخدها بطري على أوضتها وبتخمن إن أمها يعني كانت بتمشي وهي نايمة. ولكن اللي بيحصل بعد كده يا صديقي بيكون غريب ومخيف جدا، لأن بوتري بتشوف المية اللي جوه الطبق بتتحرك بشكل مريب، وفي اللحظة دي بيظهر من وراها الطفل ده وبيكون شكله مرعب وعامل زي الوحوش بالظبط، وفجأة بيختفي. بتبص بوتري وراها وما بتلاقيش حد، فبتخاف وبتروح لصاحبتها كيكي اللي ساكنة جنبهم، بتحكي لها بقى على اللي حصل وبتقول لها إن في حاجة غريبة بتحصل عندهم في البيت. ولكن كيكي بتطمنها بتقول لها إن دي مجرد تهيؤات مش أكتر. وأثناء ما هما بيتكلموا بيخرج نيردين أخو كيكي الكبير من البيت، وبيكون معاه ابن عمه سيب وبيعرفوا على بوتري. وقتها سيب بياخد كاميرا كيكي وبيقول له انه هيصورهم كلهم احتفالا يعني بمناسبه ان هو اتعرف على بوتري وكده. في المجمل يعني بوتري بترجع البيت تاني في الليله دي وبتتصدم لما بتعرف ان امها مش موجوده في اوضتها. بتشوف بقى شنطه مليانه فلوس محطوطه جنب السرير، فبتجري على بيت كيكي عشان تبلغهم باللي حصل، وبتسيب اخوها اجاي مع نيردين وبتروح هي مع كيكي وسيب يدوروا على امها. وفي الطريق بيقابلوا العمده كيمان، وبدري بتقول له ان امها مختفيه، لكن العمده بيبتسم كده وبيقول انها مش مختفيه، بيوضح ان هو ما كانش المفروض يقول لها كده لان عنبر طلبت منه ما يجيبش سيره قدام حد، بس هو مضطر يعرفها عشان تطمن. وبيقول لها ان عنبر جات له وتطلب المساعده عشان يعني تلاقي شغل، ولحسن الحظ هو قدر يلاقي لها شغلانه كويسه في المدينه عنده مع واحد صاحبه كده. تاني يوم بوتري بتوري كيكي شنطة الفلوس اللي لقيتها في أوضة والدتها، وبتكون بوتري مستغربة ومش فاهمة والدتها جابت الفلوس دي كلها منين، وبتقول كمان إن والدتها لو كانت سافرت للمدينة فعلا كانت خدت معاها لبسها، لكن حتى الشبشب بتاعها لسه موجود. اثناء ما بوتري بتتكلم بتلاحظ ان اخوها بيرسم مدخنه على الحيطه، وبيقول لها ان هو سمع عنبر وهي بتتكلم وهي نايمه وبتقول مدخنه سودا. وقتها بوتري بتفهم ان اجاي قصده على مصنع اسمه كارسونو، فبيسالها سيب هو مين كارسونو ده، فبتشرح له بوتري انه كان راجل غني جدا لدرجه انه كان عنده مصنع خاص بيه في الغابه، بس من بعد موت كارسونو زمان ومحدش بيجرؤ يدخل الغابه دي. ولما سيب بيسال عن السبب بتقول ان السكان بيقولوا يعني ان كارسونو كان بيحضر والعياذ بالله جن وعفاريت، والجن اللي كان بيحضره بالمناسبة اسمه تويولو. وعلى فكرة يعني تويولو ده هو يا صديقي الكائن المرعب اللي شبه الطفل اللي كل شوية عمالين نشوفه ده، وهنعرف بعد شوية مين هو الشخص اللي استدعاه من العالم الآخر بعد موت كارسونو. أما دلوقتي بوتري بتكمل كلامها وبتقول إن في إشاعات بتقول إن بسبب اللي كارسونو عمله الغابة بقى فيها أشباح الكاتالا، وأشباح الكاتالا دي بتتجسد من أرواح الأموات يا صديقي. يعني عمنا توبولو ما حبش يجي من عالم الجن وهو إيده فاضية كده، فقال يجيب معاه شوية أشباح عشان يوجب مع البشر اللي موجودين. عامة يعني السيب بيترعب من الكلام ده وبيترعب أكتر لما بوتري بتصمم إنها لازم تروح مصنع كارسونو بنفسها وتدور على أمها، وكيكي بتحاول تمنعها بس بوتري بتكون مصممة، فبتقرر كيكي إن هي تروح معاها عشان يعني ما تسيبهاش لوحدها. تسأل بقى سيب لو هيجي معاهم بصفة الراجل الوحيد اللي معاهم وكده، طبعا بيكون مرعوب جدا ولكنه بيخبي ده قدام بنت عمه وصاحبتها وبيقول لها أكيد طبعا هروح معاكم ومش هسيبكم لوحدكم. وقتها جاي بيطلب يروح معاهم هو كمان، بس بوتري بتقول له يفضل في البيت وهي هترجع له قريب. وهم رايحين بقى الغابه تامبونج بيشوفهم وبيروح يبلغ العمده كيميان، بيتعصب بقى كيميان وبيعاقب تامبونج عشان يعني ما قدرش يمنعهم، وبيهددوا انه هيخلص عليه لو وصلوا للمكان بتاعه. فبيقول له تامبونج ان اخو بوتري لسه في البيت لوحده، بمناسبه اخو بوتري فهو حاليا بيلاقي النور بيقطع في البيت فبيولع شمعه، وبعد كده بيسمع صوت لعبته فبيدور على الصوت وبيلاقي حد بيلعب بيها تحت السرير، فبيوطي عشان يشوف مين اللي بيلعب بيها، وبيسأل اللي هو شايفه ده هو انت اللي كنت بتلعب بلعبتي امبارح؟ طب تعالى نلعب سوا. وفجأة في ايد بتتمد من تحت السرير وبتمسك ايد اجاي وبتحاول تسحبه تحت السرير. طبعا اجاي بيخاف وبيفلت ايده من اللي ماسكها وبيطلع يجري، وبيظهر وراه تويولو وبيقرب منه، بس اجاي بيقدر يفتح الباب في اخر لحظة.
وساعتها بيلاقي كيميان في وشه وبيقول له تعالى لعمو يا حبيبي وبيخطفه. في الوقت ده بطري وكيكي وسيب بيوصلوا المصنع وبيلاقوا الباب مقفول، ولكن بطري بتكسر القفل بفاس وبتفتح الباب وبيدخلوا، وفجأة السرب خفافيش بيطير من فوق منهم فبيتخضوا وبيفضلوا يصرخوا. هنا سيب بيقترح انهم يمشوا بس بطري بترفض، فبيسلم امره لله وبيدور معاهم على عنبر جوه المصنع لحد لما بيوصلوا الأوضة بتلمح فيها كيكي صورة جماعية للناس اللي كانوا شغالين في المصنع، وبيظهر في الصورة دي العمدة كيميان. فبتستغرب كده وبتقول إنها ما كانتش تعرف إن العمدة كان شغال عند كارسونو. قبل ما تكمل كلامها فجأة كده كرتونة بتتهز قريب منهم فبيترعبوا كلهم، ولكن سيب بيستجمع شجاعته وبيفتح الكرتونة دي وفجأة بيطير من جواها خفاش وبيخوفهم كلهم. بعدها على طول بيسمعوا صوت ست بتعيط والتلاتة بيتجمدوا مكانهم من الرعب، لكن بطري بتقول إنها ممكن تكون أمها وتروح تدور عليها. وهنا سيب بيسأل عن الفاس فبطري بتقول له إنه بره، فبيصمم يروح يجيبه، بس وهو بياخد الفاس بيلاقي باب بيتفتح لوحده فبيقرب بحذر كده وهو مرعوب حرفيا، وبيلاقي سلم نازل للبدروم وبيلاقي صينية عليها أكل لسه طازة محطوطة عند المدخل، فطبعا بيستغرب وبيترعب أكتر ما هو مرعوب وكان حرفيا هيموت من الرعب. في الوقت ده بطري وكيكي بيدوروا في أوضة تانية، وقتها بطري بتلاقي صور ومنشورات لكل الستات المخطوفين وبتروح توريها لكيكي، بس كيكي بتشاور على صورة لكارسونو مع العمدة ووراهم بيت كبير تخمن ان ده بيت كارسونو، وبتستنتج ان اكيد البيت ده قريب من المصنع، وبناء على كده بوتري بتقترح انهم يروحوا البيت ده، جايز امها تكون هناك. في اللحظه دي سيب بيجري عليهم وبيقول انه لقى حاجه وبياخدهم من البدروم اللي اكتشفوا، وبيمشوا جوه ممر ضيق كده لحد لما بيدخلوا اوضه مليانه شموع ومليانه كمان باكياس الفلوس، وبوتري بتلاحظ ان الاكياس اللي فيها الفلوس شبه كيس الفلوس اللي كان في اوضه امها. هي بقى عمنا سيب بيشرح لهم ان دي فلوس الضحيه، ولما بوتري بتساله يعني ايه بيقول لها ان دي فلوس بتتحط مخصوص عشان تستدرج الضحيه، واللي بياخدها من غير ما يعرف بيبقى هو القربان اللي هيتقدم للجن. وقتها كيكي بتلاحظ ان وسط صور الستات فيها صوره عنبر ام بوتري، وقبل ما يستوعبوا اي حاجه فجاه كل الشموع بتطفي وبيقع من السقف جسم واحده ست، فبيقربوا منها وهم مرعوبين، ولكن الست دي بتتحرك بطريقه غريبه ومرعبه وبيكون شكلها عامل زي الاشباح بالظبط، فبيطلعوا يجروا منها بكل سرعتهم، واثناء ما هم بيجروا بتقع ست تانية من فوق والسما بتمطر ستات يا جدعان. وبعدين بتقع واحده تالته وواحده منهم بتمسك رجل بوتري فبتصرخ من كتر الرعب، لكن سيب وكيكي بيحرروها منها وبيهربوا هم التلاته من البدروم. بعد اللي حصل ده سيب بيقول لهم انهم لازم يرجعوا البيت، ولكن بوتري بتعيط وبتقول ان هي مش هتمشي من غير ما تلاقي امها، فبالتالي بيزعلها سيب وبيقول لها ان الموضوع ده خطر جدا وبيفهمها ان اللي هي بتعمله ده انتحار، فبتقول لبوتري ياخد كيكي ويرجعوا البيت، ولكن كيكي بترفض وبتقول لسيب انها مش هتسيب بوتري لوحدها، فيقول لهم سيب انه هيروح يبلغ الشرطه ويرجع، وبيسيبهم سيب وبيمشي. بعدين بوتري وكيكي بيروحوا البيت اللي كان في الصوره يعني، واول لما بيدخلوا جوه البيت بيقرروا ان هم ينفصلوا وكل واحده كده تدور في ناحيه، وساعتها كيكي بتلاقي اللعبه اللي بتطلع مزيكا فبتقرر تاخد لها صوره بالكاميرا يعني اللي معاها، لكن فجاه بتشوف شبح مارني مرات كيمان وفجاه الشبح بيختفي، فبتبص حواليها وهي متوتره وبتيجي بوتري من وراها تقرب منها فتتخض جدا، بس ما بتقولش لبوتري على الشبح اللي هي شافته. بس اللي حصل ده بيقول لنا ان في علاقه بين اللعبه وبين شبح مارني مرات العمده كيمان، لان مارني ما ظهرتش غير لما كيكي شغلت اللعبه، وده معناه ان هي بطريقه ما استدعت الشبح مارني، او انه ممكن يكون شبح مارني موجود اصلا في البيت ده، لان هي كانت محبوسه في البدروم وبتتعذب زي ما شفنا في الاول خالص، ولما ماتت الشبح بتاعها فضل موجود في البيت. عامه يعني هنعرف كل حاجه عن الموضوع ده ولكن قدام. المهم ان دلوقتي بوتري بتاخد كيكي عند باب لونه احمر هي لقيته كده اثناء ما كانت بتدور على امها. المشكله بقى انهم لما بيفتحوا الباب ده بيلاقوا اوضه مليانه اكياس فلوس كبيره جدا، ومش بس كده دول بيلاقوا صوره كبيره للعمده كيميان مع مراته مارني متعلقه على الحيط. بيفتكروا وقتها ان مارني مرات كيميان مختفيه من زمان ومحدش عارف هي راحت فين. بعدين بوتري بتلاقي كتاب عن طقوس السحر الاسود، وبالتحديد طقوس تحضير الجن تويولو، وبتعرف ان الجن ده بيفضل عايش طول ما صاحبه عايش وبيكون محتاج واحده ست عشان تربيه وتاخد بالها منه. في المقابل الجن ده بيجيب لصاحبه فلوس كتير جدا وبيخليه شخص غني جدا طول ما هو واخد باله منه وبيوفر له الست اللي هتربيه، وبكده الحقيقه بتنكشف قدام بوتري وكيكي وبيعرفوا ان العمده كيميان لقى كتاب السحر الاسود ده وقرر ان هو يحضر الجن تويولو، واول واحده قدمها قربان للجن هي مراته مارني، وده اللي شفناه في البدايه الواطي. وعشان كده العمده الواطي ده كان بيكذب بخصوص الستات اللي اختفت من القريه، وده لانه كان بيستدرجهم باكياس الفلوس اللي بيرميها قدامهم زي ما حصل مع
بطري. وطبعا ده غير فلوس القريه اللي اتسرقت من الناس، هي الفلوس اللي موجوده في الاوضه دي على فكره، يعني كل الفلوس اللي اتسرقت دي من الناس موجوده في الاوضه دي. معلومه كده على جنب صديقي، الشخص اللي كان بيرمي اكياس الفلوس قدام الستات هو تام بونج مساعد كيميائي، وبنعرف ان مهمته هي انه يدور على الستات والبنات اللي بيعانوا من مشاكل ماديه عشان يعني كيميائي يستغلهم ويقدمهم قربان للجن تيولو. وده حصل مع عنبر ام بطري لان تامبونج كان قاعد مركز مع كلام صاحبه المطعم لو تفتكر، لما قالت لها انها مش هتقدر تدفع لها مرتبها زي ما شفنا قبل كده. المهم يعني يا صديقي، بطري وكيكي بعد اللي هم عرفوه بيتاكدوا ان عنبر جوه البيت، وفجاه بيسمعوا خبط على الباب وصوت واحده ست بتعيط، فبيروحوا ناحيه الباب وبطري بتحاول تفتحه ولكن كيكي بتحاول تمنعها، بس بطري ساعتها بتقترح عليها انها تفضل بره وهي هتدخل. في اللحظه دي كيكي بتلمح سيب من بعيد ماشي كده في اتجاه تاني، فبتمشي وراه. بطري بتدخل الاوضه دي وبتلاقي امها مربوطه وبتعيط، فبتجري عليها وبتحضنها. وقتها عنبر بتشرح لها ان الجن اللي اسمه تويولو بيجي كل يوم وبيمص دمها حرفيا، فبسرعه بطري بتفكها وبتقول لها ان كل ده من عمايل العمده كيميان، وانه بيستخدمها كقربان عشان يعني يقدمها لتويولو. وبيخرجوا من الاوضه بقى بعد كل ده بسرعه قبل ما حد يجي، بس بطري بتلاحظ ان كيكي مش في مكانها، فهنسيبهم يا صديقي بقى يدوروا عليها براحتهم ونروح احنا للعمده كيميان سبب كل المصايب. نكتشف بقى ان هو قبض على سيب اول لما خرج من المصنع على طول، وحاليا هو حبسه مع اجي اخو بطري ومخلي تامبونج يراقبهم حد يعني لما هو يروح الغابه ويرجع. بس وهو في سكته بيقابل نيردين اخو كيكي، فبيخلص عليه كده في السريع وبيكمل في الطريق للبيت اللي في الغابه. وفي نفس الوقت ده سيب بيحرر نفسه وبيستغل ان تامبونج راح يولع سيجاره وبياخد اجي وبيهربوا بسرعه. وقتها تامبونج بيحصلهم ولكن سيب بيعطله. فجاه كده بيظهر شبح في المكان اللي هم فيه والمنشار بيشتغل لوحده بقوه رهيبه. وقتها بتطير الشفره من المنشار وبتدخل في دماغ تامبونج، وكل سنه وانت طيب. تامبونج كده راح بالسلامه. اما في البيت بقى فلسه صديقي كيكي بتمشي ورا سيب لحد لما بتوصل لاوضه وبتلاقي سيب واقف كده وشه الحيطه، ولما كيكي بتقرب منه بيختفي فجاه. هنا كيكي بتفهم ان في حاجه غلط ومش تمام، وبعدين بتسمع لحن صندوق المزيكا وصوت ست بتعيط. لما بتبص في المرايه بتشوف انعكاس صورتها ووشها غرقان دم، وقبل ما تلحق تعمل اي حاجه فجاه كده ايد بتطلع من جوه المرايه وبتخبط راس كيكي في المرايه كذا مره لحد لما بتموت. وبيبان وقتها ان شبح مارني هو اللي هاجمها. ولما بوتري وعنبر بيسمعوا صوت كيكي بيجروا على الاوضه وبيترعبوا لما بيلاقوها مقتوله. وقتها بوتري بتعيط بهستيريا كبيره، بس عنبر بتهديها وبتقول لها انهم مفيش في ايديهم اي حاجه يعملوها دلوقتي ولازم يلحقوا نفسهم ويمشوا. فجاه بيلاقوا العمده كيميان قدامهم وبيقدر ان هو يمسك عنبر قبل ما تهرب، وبيقول لها انها حتى لو هربت منه مش هتقدر تهرب من مرني الساحره السوداء اللي بتموت اي حد يجي هنا بالليل. كده احنا عرفنا قصه مرني وسبب ظهورها في البيت. اولا يعني لان هي من اشباح الكاتالا اللي جابها معاه عمنا تويولو من عالم الجن. ثانيا لان هي بتحرس البيت عشان ما حدش يقرب منه، واي حد بيقرب هي بتخلص عليه فورا عشان تحمي جن التويولو. تمام كده نكمل بقى قصتنا. في اللحظه دي بقى بوتري بتهجم على كيميان وسط الخناقه الجامده دي. التميمه اللي هو لابسها بتقع من رقبته وهو مش واخد باله، ولكن يعني بياخد باله لما بيسمع صوت المزيكا اللي بتطلع من اللعبه، وبيفهم ان مارني هتظهر قدامه، وبيفهم ان تميمته ضاعت، فبيبدا يدور عليها زي المجنون. في الوقت ده بوتري وعنبر بيلاقوا مكان يستخبوا فيه، وفجاه شبح مارني بيظهر قدام كيميان، ولكن كيميان بيكون لها التميمه وبيرفعها قدام شبح مارني. وقتها شبح مارني بيصرخ وبيختفي، وكيميان بيرجع يلبس التميمه في رقبته والدنيا بتكون تمام. بعدها بينادي على عنبر وبوتري عشان يخرجوا وبيهددهم انه هيقتل اجاي لو ما خرجوش، وبيرمي نضاره اجاي قدامهم عشان يعني يصدقوا ان هو خطفه، وبيعرفهم بكل ثقه بالمكان اللي هو حبسه فيه. وهنا عنبر بتظهر قدامه وبيسالها عن بوتري، ولكن عنبر بتحذره انه يأذي عيالها. وفي اللحظه دي بتطلع صرخه من جوه البيت، ودي بتكون صرخه الجن التيولو لانه جعان. فبسرعه كيمان بيمسك عنبر وبيجرها جوه البيت عشان تيولو يمص دمها ويتنيل يشبع. اما بوتري فبتاخد نضاره اخوها وبتروح عشان تنقذه. وقتها بيكون اجاي مستخبي جوه برميل كده وبيخرج منه لانه سمع صوت واحده ست بتنادي عليه وبيفتكرها امه، والست دي بتشاور له يقرب منها، ولان نظر اجاي ضعيف فبيفتكرها امه فعلا وبيمشي ناحيتها. فجاه براميل مرصوصه فوق منه كده كانت هتقع عليه، ولكن سيب بيزق اجاي بعيد في اخر لحظه والبراميل بتقع عليه هو. في اللحظه دي بوتري بتوصل للمكان وبتحاول تفوق سيب ولكن بدون فايده. هنا بتقرر بوتري اخيرا انها لازم تقتل العمده كيميان عشان يعني التيولو يموت هو كمان. وفجاه بتجي لها فكره وبتقول لاجاي انها محتاجه مساعدته. في الوقت ده تيولو بيدخل الاوضه على عنبر وبيقرب منها وبيفتح بقه البشع ده عشان يمص دمها. وقتها عنبر بتصرخ من كتر الرعب اللي هي فيه،
وعلى الناحية التانية العمدة كيميان بيشوف أجاي وهو بيجري فبيجري وراه، لكن أجاي بيستخبى جوه دولاب في أوضة من الأوض، وفجأة شبح كيكي بيظهر قدامه، وطبعا أجاي بيكون مرعوب ولكنه بيفضل ساكت برضه، وده عشان يدي فرصة لأخته بودري إنها تولع نار في كل الفلوس بتاع كيميان، وهي دي بقى الخطة اللي هم اتفقوا عليها. بس عامة يعني بيخرج أجاي من الدولاب وهو ميت في جلده من الرعب من المنظر اللي هو شافه، ولكنه بيتملك أعصابه وبيجري على أمه وبيفكها. أما العمدة كيميان فبيسمع صوت زجاج بيتكسر وبيجري يشوف فيه إيه، وبينهار لما بيشوف فلوسه بتتحرق قدام عينيه، فبيحاول انه يطفي النار. هنا بوتري بتهجم على كيمان من ظهره، بس هو بيزقها وبيخبط راسها في ترابيزه فبتقع على الارض، وفي اللحظه دي عنبر بتوصل وبتحاول تهاجمه بفاس كده، بس هو بيطعنها بالفاس في بطنها، ومع ذلك بوتري وعنبر بيتعاونوا سوا عشان يضربوه، وبيعرفوا كمان يهربوا من الاوضه بعد اما عنبر خدت تميمته وقفلت الباب وراه. هنا كيميان بينهار وبيترجاهم يفتحوا الباب لانه عارف ان شبح مارني هيظهر له. طبعا محدش فيهم بيعبره، بس فجاه حد بيسحب اجاي بعيد، فبوتري بتسيب امها المصابه وبتجري تدور على أجاي. فجأة التيولو بيهاجمها وبيحاول يقرب منها عشان يمص دمها، ولكنها بتقاوم بكل قوتها. وفي نفس الوقت ده شبح مارني بيظهر قدام كيميان وبترفعه في الهواء وبتفضل تصرخ بقوة لحد لما الإزاز بتاع الصورة اللي وراها بيتكسر وبيرشق كله في جسم كيميان اللي بيموت كده وهو بيرقص زي محمد رمضان في مسلسل الأسطورة. المهم إن أول لما كيميان بيموت التيولو بيتبخر وبيختفي تماما، وبعد كده بوتري وأجاي بيجروا بسرعة على أمهم، ولكن للأسف عنبر بيكون في اللحظات الأخيرة وبتعتذر لبوتري على اللي حصل وبتطلب منها تاخد بالها من أجاي، وبعد ما بتقول الكلمتين دول بتموت. هنا بوتري وأجاي بينهاروا من الحزن على أمهم، وبعد كام يوم بتروح بوتري تزور سيف في المستشفى اللي بيكون لسه عايش بس جسمه متكسر، ويكون معاه بنتين زمايله في الجامعة جايين يزوروهم هما كمان. فجأة واحدة منهم بتجيلها رسالة بيبان على وشها الرعب والخوف، فبيسألها مالك يا بنتي، فبتقول له إن في أخبار مش كويسة من قرية اسمها رانجا بوجا، وبيظهر إن سيب عارف القرية دي وعارف كمان إن فيها حاجة خارقة للطبيعة. بس عامة يعني المشهد يا صديقي ده بيخلص على كده لأنهم بيمهدوا الجزء التاني. صراحة الفيلم عجبني، الفكرة مختلفة وبحب الأفلام الآسيوية، فتقييمي للفيلم ده هو 7/10. يعني الفيلم عجبني، فكرة جميلة، والأفلام الآسيوية الرعب محتاجين يا جدعان نديها فرصة أكبر من كده. ما تنساش إنك تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شوفوا الفيديو الجاي، يلا سلام.